وقد برهن الإنسان بامتياز أيها الإخوة على أنه للأسف في معظم الحال أو في أغلبه كائن يفشل في أن يتعلم من الآخرين، فضلا عن أن يتعلم من التاريخ. ويبدو أن على كل أحد أن يخوض مغامرة بل حماقة تكرار الأخطاء. بعض الناس أيها الإخوة يكرر حماقة تكرار أخطائه هو، ويعجز أن يبلور قدرة أو منظورا يتجاوز فيه أيها الإخوة أخطاءه وذاته القديمة. يعيش ويموت هكذا، يكون قد حطم نفسه وساهم بامتياز أيضا في تحطيم أكثر الذين حوله للأسف الشديد. يقول المؤرخ الإنجليزي الكبير أرنولد توينبي: يمكن أن نلخص درس التاريخ في جملة واحدة: لا شيء يفشل مثل النجاح. عجيب أن يقول هذا المؤرخ الكبير الذي درس 27 حضارة في أكثر من 40 سنة كلام له وزنه. لا شيء يفشل مثل النجاح. النجاح أيها الإخوة امتياز لطائفة قليلة جدا من البشر. النجاح ستقولون لي هذا غير صحيح، ستقولون هذا غير صحيح. هناك الكثير من الناجحين نجحوا في شؤون علمية وفكرية وسياسية وعسكرية واجتماعية، نعم، ولكن في شؤون أيها الإخوة، في شؤون مفردة. وليس معنى أن تنجح في شأن ما، وليكن مثلا شأنا علميا حتى تتحصل على جائزة نوبل في هذا الميدان، أنك ناجح في كل شيء. أنت نجحت في هذا بامتياز، وربما في نفس الوقت وفي معظم الحال فشلت ورسبت بامتياز في ميادين أخرى كثيرة، لعل في مقدمتها الأسرة، العلاقة الزوجية. كثير جدا من هؤلاء النوبليين مطلقون أيها الإخوة، مطلقون. أينشتاين كان أكبر فاشل في حياته الأسرية، فشل مع زوجاته وفشل مع أبنائه. المعنى إلى هذا برتراند راسل فمن أكبر الفشلة، مع أنه من أكثر الذين يتحدثوا عن السعادة وعن النجاح أيها الإخوة. نعم، فليس معنى أن تنجح في ميدان أنك ناجح في كل شيء. الناجحون أيها الإخوة الحقيقيون ليس دأبهم أن يركزوا على النقاط التي تقرر فيها امتيازهم ونجاحهم، هذا معروف، لكنهم دائما يركزون على نقاط ضعفهم. مشكلة بعض هؤلاء أيضا أنهم يركزون في مرحلة الإعداد والمنافسة، حتى إذا اقتعدوا مكانتهم وحققوا غايتهم آضوا مثل الناس العاديين حمقى. أيضا يركزون على نقاط قوتهم ويغفلون نقاط ضعفهم. ما أحببت أن أقوله مثلا رجل يستعد لمسابقة أيها الإخوة، محلية أو إقليمية أو حتى عالمية، مثل مصطفى حسنين مثلا، هذا البطل الكبير زاده الله. قطعا هو لا يركز في أيام استعداده على نقاط قوته، هذه مقررة انتهى. يركز على نقاط ضعفه، لأن هذه النقاط بالذات هي التي ستشطب على نقاط قوته وسيخرج مباشرة فاشلا. لذلك هو مقرر، إنما يركز على نقاط الضعف. من يريد أن يخوض مسابقة فكرية مثلا أيها الإخوة، نفس الشيء، لا يركز على نقاط تفوقه وإنما على نقاط. من يريد أن يدخل امتحانا، يلتحق بامتحان أيها الإخوة، لا يركز على ما يجود وإنما على ما لا يحسن. هذا هو الناجح الحقيقي، صاحب الاستراتيجية أيها الإخوة القاهرة وليست المقهورة كما يقول علماء الإدارة. هذا هو وليس الأول. لكن أكثرنا أيها الإخوة اعتاد أن يركز وأن يستهلك نفسه وغيره في تقرير حقائق امتيازه في نقاط بأعيانها. عرفنا هذا، لكن عليك أن تلتفت كثيرا وأن تستثمر الباقية من الفرص في تقوية نقاط الضعف أو تلافيها بحسب نوعية الضعف المشكي منه.